مشاهدينا الكرام، وفي ختام يوم تدريبي مميز النهارده اقامته مؤسسه ونادي جماهير الاهلي. الحقيقه النهارده لقاءات حصريه وجميله مع اللاعبين، قد ايه عندهم امل، قد ايه بيتدربوا بشكل كويس. الحقيقه واختتامهم مسك. الحقيقه النهارده بينضم لينا الحقيقه بطل من ابطال مصر، وهو يعني رئيس مجلس اداره مؤسسه ونادي جماهير الاهلي، اللي الحقيقه ما شاء الله كل يوم بيزداد يوم بعد يوم تالق. خلونا نرحب بالكابتن الكبير كابتن رمضان المصري. اهلا بك يا كابتن رمضان. يا اهلا وسهلا بك. السلام. كابتن رمضان، النهارده الحقيقه كان معسكر تدريبي في اطار سلسله من التدريبات المميزه الحقيقه اللي بيقوم بها نادي جماهير الاهلي، والحقيقه اللعيبه قد ايه كان من خلال اللقاءات معاهم قد ايه بيثنوا على التدريبات، وان هم ذات نفسهم بيقولوا ان احنا مستوانا بقى افضل واعلى. فكلمنا النهارده عن المعسكر التدريبي. هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا احنا بنقول للاخوه المسيحيين في كل مكان في العالم كل عام وهم بخير، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليهم وعلى مصر وجميع الاخوه المسيحيين في انحاء العالم. وبنقول للاخوه المسلمين في فلسطين القدس لنا، واحنا مش محتاجين حد يقول القدس لاسرائيل او لغير اسرائيل، فهي للمسلمين وهي عاصمه فلسطين، دوله فلسطين الشقيقه ان شاء الله. واما من ناحيه التدريب فدايما نادي جماهير الاهلي بيشترك من ايام ما كان اكاديميه جماهير الاهلي في دوري البراعم الاتحاد المصري لكره القدم، منطقه 6 اكتوبر ومنطقه الجيزه بعد كده، واللي بيشرف عليها طبعا على الفرق الكابتن سمير كمونه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. فالنهارده كان يوم معسكر تدريبي رغم الامتحانات، ولكن الاولاد كلها حرصوا انهم يكونوا موجودين من مختلف محافظات مصر للمشاركه في المعسكر التدريبي. يعني ده شيء جميل فعلا. احنا عملنا لقاءات مع عديد من اللعيبه وكانوا حريصين جدا، قالوا احنا بنحب نادي جماهير الاهلي، وفي واحد قال انا اتشرف ان انا موجود في نادي جماهير الاهلي، ورغم الامتحانات فهم موجودين. فايه الخطه اللي ان شاء الله، وخاصه احنا داخلين على الاجازات، هل في خطه حاطينها ان شاء الله للارتقاء بمستوى اللعيبه؟ هل في احتكاك مع فرق ثانيه ان شاء الله في الايام اللي جايه؟ الحمد لله في احتكاك مع فرق كبيره جدا، الدوري ممتاز، وهم الاولاد من خلال الدوري بيشاركوا ايضا اللي هم البراعم، والحمد لله في خطوات جديه كبيره جدا ما بيننا وبين انديه خارج مصر ان شاء الله، في تعاون بيننا وبانديه من اوروبا كمان، يعني الحمد لله. ده جميل. ايه الجديد بعد كابتن رمضان؟ ايه اللي بيحاول يضيف؟ وانا عارف ما شاء الله بتحاول دايما تحط الجديد، بتحط لمسات جديده وكل سنه بتختلف عن الثاني، فان شاء الله نادي جماهير الاهلي ايه الجديد اللي هيقدمه كمان للمجتمع المصري ان شاء الله؟ هو المجتمع المصري ان شاء الله والامه العربيه ان شاء الله، لانه نادي جماهير الاهلي العربيه فهو لكل الجماهير. احنا ان شاء الله هيبقى في استضافه لكل اللاعبين الموهوبين من كل الاماكن من محافظات مصر ان شاء الله. ده اللي هيبقى باذن الله للنادي جديد بعد ما كان اكاديميه، فيبقى النادي ان شاء الله. يعني ان شاء الله ممكن نلاقي نادي جماهير الاهلي كمان بيعمل لقاءات في الدول العربيه، لقاءات خارج مصر ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله قريب باذن الله. يعني كابتن رمضان بنتمنى لك دايما كل التوفيق والتقدم والازدهار، ونشوف نادي جماهير الاهلي ده من الانديه رقم 1 في مصر ان شاء الله قريبا، وهو نادي جماهير اللي تحت التاسيس، وان شاء الله يبقى قريبا باذن الله مشارك مع الانديه الكبيره باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن رمضان. شكرا لك. نشكر كابتن رمضان المصري رئيس مجلس اداره مؤسسه ونادي جماهير الاهلي العربيه، ودايما بنكون معاكم في استاد الجماهير.